قصة واقعية. زاير من طرف تبريز، مرته مريضة بالسرطان، اجى الامام رضا، ما عنده، لا عنده يعني مثلا ثمن يعالج، هو اصلا مرض خبيث ما به علاج. قعد قبال الامام رضا قال له انا الليله ضيفك واريد شفاء زوجتي، والصبح اتصل على جيراننا خطوط هاي الارضيه اشوف زوجتي طابت لو لا. عنده امل الطيب، ما عنده حتى مكان يبات بيه، اي ما عنده يعني مثلا فندق لو شيء، فقير. فبات على كرتونه بباب الامام رضا. الصبح اكو اتصال تليفون، اتصل قال لهم زوجتي شلون صارت، زينه مو زينه؟ قالوا له والله بعدها نفس حالتها. قال يلا يجوز الرضا عنده ازدحام زوار هواي وما التفت لي، خلي اليوم احاكي. حاكى على فطرته. يوم ثاني حاكى الامام قال له سيدي ترى انا هنا اخاف ما شفتني، انا على الكرتون بعدني شغلتي تقضي له. خابر ثاني يوم قالوا له زوجتك بعدها نفس حالتها. قالت يا سيدي افتهمت، مو ما شفتني، شفتني زين. سيدي انا راجع لاهلي، ارتاح لي يوم يومين واطلع اروح للبقيع واروح لامك فاطمه واشتكيك عنها اقول للزهراء اقولها انا حلفت بفاطمه وما التفت لي علي بن موسى. بكى انكسر قلبه، رجع الى اهل تبريز واذا بزوجته تفتح له الباب كل شيء ما بيها. هاي طريقه الفرج. كيف الفرحه ماله متى؟ قالها شلون شفيتي؟ سولفي. قالت له عوف شفائي انا شفيت، بس ايش قايل المولاي الرضا وجارح قلبي؟ قالها ما قلت. قالت له لا قلت، قايل له اشكيك الى امي فاطمه، اجاني هو وقال لي، قال قولي له زوجك امي ما بيها بعد لشمات مطلوعه، لا يقول له